تدعي لي انت بقى. يحفظك ويرعاك يا رب. احلى بداية للرحلة كانت بدعوة تيتا الفجر كده قبل ما ان شاء اخرج من الله البيت. هدعي لك هناك. دخلت اسلم على بابا بس داريت الموبايل ما بيحبش يتصور هو، فاختلستها كده. ماما كانت بتحضر الشنطة بقى. وصلت مطار القاهرة، المطار فاضي تماما الا الصف اللي انا واقف فيه لازم يبقى زحمة، وده الاتوبيس. وانا رايح بقى ايه على الطيارة. خدت صورة سريعة اتكسفت اصور فيديو الحقيقة. هنا بيقولوا لك بقى ان انت تنفخ الباراشوت اللي تحت الكرسي لو الطياره وقعت وكلام يعني بص رياكشني. انا هنا كنت ببص اشوف حل تاني، ان انا اكسر مثلا الازاز ده وانط او اي حاجه، حل اسرع من ان انا انفخ الباراشوت اللي تحت الكرسي. انا كنت فاكر دي يعني مسح زور وترحيب، طلعت الوجبه. وصلت مطار جده، حاجه جميله جدا. حاولت على قد ما اقدر يعني اصور كده شويه فيه. هو في قطر جوه المطار ما طلعش في الفلوج ده. هنا الشنطة الوحيدة اللي ما جاتش على السير ده شنطتي. لقيت حد منزلها واقفة لوحدها بعيد كده، الله يسامحه بقى، وقفني بتاع ساعة. بعد كده شربت قهوة في برنيز، كنت محتاج القهوة دي جدا جدا يعني. الفيديو اللي هحطه بعد كده قابلت اخواتي بقى اسلام ووجدي، كانوا مستنيين يجولي على المطار. وشاهر بقى استلمني، شاهر خدني على المدينة الاقتصادية او مدينة الملك عبد الله. شاهر مدمن مهرجانات، يعني كأنه عايش في الطلبية، عارف مهرجانات اكتر من اللي انا اعرفها. المدينة الاقتصادية هنقعد فيها يومين طبعا. مكان حلو جدا 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 يعني. هو هادي قوي يعني، لو ما بتحبش الهدوء ما تروحش هناك. مكان هادي جدا جدا يعني. لسه داخله ده بقى القصر، مكان الإقامة هنقعد فيه يومين. كنت أنا طبعا والفنان أو الفنان وأنا الأستاذ ماجد المصري. هي كانت حفلة، هي كانت ورشة تدريب ممثل. هو المدرب تحت قيادته يعني، وأنا كنت مدرب مساعد معاه. أنا اللي بعمل لكم باي باي هناك ده، جدع يا اسطى. القصر كان هو ده بقى. انا شايفه بصراحة تحفة معمارية يعني، شكله جميل جدا يعني. معرفش انا مكبر الموضوع ولا هو بجد كده. دي ترابيزة بلياردو ما لحقتش العب فيها. هنا في حمامين سباحة، انا طبعا ما لحقتش، ما قدرتش لان الجو كان ساقعة. كنت بشورت وكده بس الجو كان ساقعة. ده المطبخ بقى، طبعا ده انا مش هجريه، هسيبه واحدة واحدة كده عشان عارف الستات بتموت في الحوارات دي. وهم يقولوا لنا ايه دول يعني، ايه ده وايه ده وايه ده وايه ده وايه ده. وكان في واحد بنسخن في العيش التوست، وده معرفش ده بوتاجاز ولا تلفزيون ولا ايه مش وده برضو ايه ده ايه ده، ايوه ده ايه ده. دي التلاجة اللي هناك اللي في الوش ده، ايوه دي. وده ايه بقى معرفش. وده البحر بقى، بحر جدة. ودي وراكي ركبي ودي الشمس الجميلة يعني. في يوم تاني برضو في البحر هنا يعني، شهر مصورني صورة عظيمة. دي بقى في الحفلة، حفلة استقبال الفنان ماجد المصري، واستعداد مع نجوم السوشيال ميديا علشان الحفلة بتاعة يعني اعلان بدء الورشة يعني. انا بحب شجرة الجمبري دي الصراحة. بداية الورشة. وتسيبكم بقى دلوقتي مع الفنان الجميل ده، هتستمتعوا قوي. واستنوا الجزء التاني من الفلوج بتاع رحلة جدة. عالمي والله يا أستاذ، الله ينور.